صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ انا فايزة عبد الله. النهاردة هنعمل حاجات جميلة، هتعرفوا طبعا ايه السبب في الفيديو اللي جاي بإذن الله. بس النهاردة هوريكم الأكل الخطير اللي أنا عملته، البوكيه. البوكيه طبعا عملته قبل كده في القناة، بس أنا عايزة أوريكم ايه اللي اتعمل المختصر. يعني البوكيه كان عبارة عن شيش من اللحمة، من الفراخ، ومن الكفتة والممبار. وبعدين عملت طاجن من اللحم اللي هو بالطريقة التركية وبالعجين. وعملت كمان طبق من الرز البسمتي وعليه الفراخ المدخنة. هكمل لكم بقى وأنا في الفيديو بوريكم. الأول هنعمل البوكيه بتاع الشيش والمشويات والممبار. هنشوف عملنا ازاي البوكيه. بس الأول لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتقولوا لي رأيكم، عشان أنا عايزة عدد كبير يتعلم الطريقة والفكرة الجديدة دي. وبعدين لفيت بعد كده الورق، وبعدين في الآخر أنا لفيته بشريط الستان بالشكل ده. وبعدين بعمله بقى الشكل في الآخر بحيث إن هو يدي شكل حلزوني كده بحرف السكينة. بصوا الشكل النهائي بتاعه، ده الشكل النهائي بتاع البوكيه. شايفين الشياكة بتاعته؟ وبعدين حاطة الممبار ده اللي في الآخر ممبار، هو على فكرة مش واضح لأن أنا عاملاه شكل مدور كده بحيث إن هو يدي نفس الشكل. وبعدين عملت الرز زي ما شايفينه كده، ده رز بسمتي بالزعفران، الزعفران الأصلي، وعليه الفراخ الصدور اللي هي المدخنة مكسرات. وبعدين في السلطة، عملت طبق من السلطة. وبعدين كان عندي عينات من الكحك والبيتشفور والمنين اللي بالعجوة. ودلوقتي هقول لكم لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت جميل زيكم عشان يشجعني، او عندكم فكرة عايزين تقولوها ان انا اعملها. الى اللقاء في فيديو جديد.